بسم الله الرحمن الرحيم. صفقات يناير وما محلاها. النادي الاهلي يتعاقد مع وسام ابو علي 4 سنين ونص، لاعب في مركز الهجوم، لاعب بنفتقده في النادي الاهلي. ككواليتي احنا ما نعرفوش، انا ما شفتوش، شفت له بعض الفيديوهات ليه. وطبيعي لما هتيجي تعمل فيديو على لاعب هتقدمه للنادي الاهلي او جمهور بشكل عام، يعني هتدور ان انت تجيب له افضل اهداف ليه. فطبيعي انت لما تشوف فيديو هتشوف لعيب مختلف، هتشوف اهداف ممكن بكواليتي عاليه. حتى من خلال الفيديوهات اللي انا شفتها ما اقدرش اقول لك ان هو هيبقى مهاجم فذ او واضح بالنسبه للناس. مهاجم ما حدش يعرفه، مهاجم ما حدش شافه اصلا. هو معاه الجنسيه الدنماركيه، لعب في الدوري الدنماركي، ما ظهرش الظهور الملفت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. احنا نمنا صحينا لقينا الاهلي بيتعاقد مع وسام ابو علي. هو كصفقه مع النادي الاهلي، هل هيستفيد منها النادي الاهلي؟ هل هي دي الصفقة اللي منتظرها جمهور النادي الأهلي في مركز الهجوم، في ظل ما أنت بتعاني أصلا في الحتة دي؟ وشوية تجرب كهربا، شوية تجرب موديست، شوية تجرب أي لاعب تاني بيرسي تاو تحطه في المركز ده، الله أعلم. فعايزين نتعامل مع الوضع بشكل طبيعي، اتعامل مع الوضع. خلاص صفقة جت النادي الأهلي، نشوفها نحكم عليها. ما تحاولش تنفخ اللاعب. هو طبعا جاي من راجل فلسطيني، مش هتحسب أجنبي طبعا. دي إضافة أو دي نقطة كويسة في حتة التعاقد مع اللاعب دي. دي الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تستفيد بيها دلوقتي. غير كده انا ما اقدرش اتكلم عن اللاعب اقول حلو او وحش، لسه ما اعرفش حاجه. فيا ريت الجمهور يتعامل مع الوضع بشكل طبيعي، يتعامل مع الوضع بهدوء. ما تحملش اللاعب فوق طاقته، ما تزودش اللود على اللاعب، علشان في الاخر ما تجيش تقول هو اللاعب ماله ما بيأديش ليه، اللاعب تعبان ليه. صفقات الاهلي في شنك. انا معاك، ممكن يبقى الصفقه تعبانه او ممكن المهاجم ما يأديش، ما يظهرش بالشكل اللي انا وانت وجمهور النادي الاهلي مستنيينه. بس ما تحملش لود على اللاعب، ما تزودش عليه، ما تزيدش بمعنى اصح، ما تقعدش تزيد. موديست ومش موديست ومن قبلهم برونو سافيو وبتاع وزيطنا، وفي الاخر اللي مشي تاني رجع بلده، واللي مش عارف راح فين واللي راح فين، ومحدش كمل مع النادي الاهلي. فيا ريت نتعامل مع الراجل لسه جاي، لسه اول تمرين ليه في التتش. يا ريت نهدى، يا ريت نتعامل مع الوضع بشكل طبيعي، بصوره طبيعيه، وندعم الراجل لا اكتر ولا اقل، وما نزيدش. الصفقه الثانيه ودي الاهم بالنسبه لي، ودي اللي انا واثق منها ان شاء الله، يعني ان هو هيأدي او هيسد مكان كبير في النادي الاهلي، هو عمر كمال. عمر كمال عبد الواحد. وحط برضو نقطه هنا ان عمر كمال عبد الواحد اكتشاف من اكتشافات كيروش، زي ما اكتشف عبد المنعم لما راح البطوله كله اتريق عليه. عمر كمال مين؟ عمر كمال ده يروح ليه؟ ده يروح مش عارف ايه. عمر كمال عبد الواحد اكتشاف من اكتشافات كيروش. كيروش عبقري في الحته دي. عندك عبد المنعم خير دليل وخير مثال. عمر كمال مضى للنادي الاهلي 3 سنين ونص قادما من فيوتشر. تفاصيل الانتقال بتاع الصفقه كتير، اعارات ومش اعارات وبتاع. اللي انا عرفته عن الصفقه قد علمي يعني بالصفقه، ان النادي الاهلي ما حاولش ان هو يدفع فلوس، حاول ان هي تبقى تبادليه. يعني اذا انا هاخد منك لاعب فهعير لك مثلا لاعب او اتنين تحت السن او ناشئين. الموضوع مشي كده مع النادي الاهلي. فعمر كمال صفقه محتاجه النادي الاهلي، صفقه محتاجه النادي الاهلي. لعيب كبير يليق بتيشيرت ويليق بمكانه النادي الاهلي. حته التوفيق من عدمه الله اعلم. بس انا يعني اضمن ان عمر كمال لعيب منضبط. اللعيب اللي بيجي منضبط دينيا واخلاقيا ده ما تدورش وراه. اللعيب اللي دايما اخلاقيا تمام، ما بيعملش ازمات، دينيا متمسك بدينه. حط تحت دينيا دي مش معنى كده ان اللعيبه التانيه وحشين، او اللاعب اللي جاي دينيا مش ملتزم فهو وحش مش هيأدي. لا، بس انا بكلمك من الجانب الديني او من الجانب الاخلاقي في الحته دي. فبيبقى فيه نسبه توفيق كبيره قوي مع اللاعب، وبعون الله بيسد في اي مكان بالبلدي كده. عمر كمال عبد الواحد. صفقه يعني تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، تحسب لامير توفيق بصراحه. من الصفقات القليله قوي اللي الاهلي ابرمها، اللي هي تستاهل. يعني من الصفقات النوادر اللي بتحصل في اداره النادي الاهلي او في الاداره الحاليه، اللي تقدر تقول عليها صفقه هتفيد النادي الاهلي. بيلعب في مركز الباك رايت. محمد هاني هيعاني والله العظيم. محمد هاني حرفيا المفروض خلاص كفايه، يعني شكرا، مشوه قعدوا دكه يبقى بديل. حته اساسي دي صعبه شويه، خصوصا ان المكان ده بقى مليان. انت عندك كريم فؤاد وعندك محمد هاني وعندك عمر كمال، عندك اكرم توفيق. المكان ده بقى متروس ناس. انت هتلاعب مين؟ انت من كتر الناس بقى بتفكر ان انت دلوقتي كريم فؤاد بقى بيلعب وينج، فاللي هو خلاص انت نسيت ان هو باك اصلا. فالحته دي برضو حته يعني سيئه جدا في حته الاداره الفنيه للنادي الاهلي. انت المفروض دلوقتي انا احدد بقى لعيبتي دي. يعني اكرم، واحد زي اكرم ده بيجيد مركز نص الملعب، هو اصلا ديفندر صريح، فخلاص يبقى يرجع مكانه تاني. وحته الباك افضل بقى، او اقدر احدد مين اللي هيبقى باك. عمر كمال
ومحمد هاني وكريم فؤاد، الثلاثي دول باك. باختصار شديد يا عمر كمال حته الافاده منه ان شاء الله ان شاء الله متفائل بيها جدا، وهتكون كبيره بالنسبه للنادي الاهلي، وهيقدر يفيد النادي الاهلي، خصوصا انه ممكن يلعب في اكتر من مركز. حته المرونه التكتيكيه اللي بتبقى عند اللاعب سواء باك يقدر يلعب في نص الملعب شغال، يقدر يضم يلعب لقلب دفاع شغال، لو حطيته باك ليفت شغال، بتميز اي لاعب عن التاني حته المرونه التكتيكيه. عمر كمال بيقدر يجيد الكلام ده كويس، لو سواء في باك او في قلب الدفاع، او حتى لو حبيت ان هو يعمل زياده عاديه او يبقى في نص الملعب، الكلام ده شغال. في المجمل او في العموم صفقتين هيفيدوا النادي الاهلي، صفقتين بصراحه متفائل بعمر كمال جدا. عمر كمال متفائل بيه، شفناه وعرفناه ولعب مع المنتخب ولعيب دولي، واداؤه مع فيوتشر مختلف، خلاص بقى في حته ثانيه، في حته ثانيه فعلا عمر كمال. انما اسامه ابو علي اتمنى انه يظهر بشكل كويس مع النادي الاهلي، اتمنى انه يكون على قدر طموح جمهور النادي الاهلي، بس انا مش طالب اكتر من كده. حته بقى الناس اللي طلعت تحللته اصل اداؤه جماعي بحت، ممكن يبقى داخل هو وجوله ممرر الكره، انا ما شفتش. انا اللاعب ده انا ما اقدرش اتكلم عليه بصوره اكبر من كده، لان انا فعلا ما شفتوش، ومعظم الناس ما شافتوش ولا تعرفه برضه، فاحنا بنتكلم عليه من الظاهر لينا، او من الكم لقطه اللي احنا شفناها له على الفيسبوك، لا اكتر ولا اقل. بجيب لك بقى الصفقات يا بيبو والنبي، احنا محتاجين باك ليفت يعني مع الراجل الطيب معلول، الراجل خلاص يعني، الراجل شايل المكان ده على كتافه من 7 8 سنين، فمحتاجين والله باك ليفت. كريم الدبيس على عيني وعلى راسي، بس حته يعني انت دلوقتي هديك مثال مثلا، دلوقتي انت احنا جيل شفنا ابو تريكه، انا راجل شفت ابو تريكه، هاجي اعرف اشوف حد تاني كويس بعد ابو تريكه؟ فده مستحيل، فبقينا نعاني دلوقتي وما زلنا نعاني. حتى لما كان عبد الله السعيد في النادي الاهلي، انا ما مش شايف عبد الله السعيد لعيب كبير، انتوا شايفين لعيب كبير او لعيب توب، لعيب سوبر زي ابو تريكه، ده وضع انتوا شايفين كده، انتوا حرين، كل واحد ليه نظر، كل واحد بيشوف بالعين اللي هو عايزها. انما انا شايف ابو تريكه ملوش مثيل، ملوش بديل، ملوش من كوكب تاني، عمي وعم عيالي. زي ما علي معلول نفس النظام، صعب ان انت تجيب لاعب، يعني ما تقوليش الدبيس ده هيعوض معلول، الجمهور مش هيصبر على الكلام ده. انت المفروض تحاول ان انت تدور على باك ليفت هيفيدك في الفتره دي، ده اللي انت محتاجه على الاقل الفتره دي، مش يعني ايه، مش عايزين نحمل على الاداره اكتر من كده، رغم ان ده واجب عليك ان انت تعمل الكلام ده. باك ليفت محتاج باك ليفت مع معلول، صفقه لا غنى عنها. في النهايه كل التوفيق لوسام ابو علي وعمر كمال، ان شاء الله ان شاء الله تكون فتحه خير عليهم، وبطولات وانجازات وارقام، بس اللي بيدور على الارقام وبيدور على الانجازات، بوابه النادي الاهلي مفتوحه لاي حد. سلام.